السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلوة وحادق مع شيرين. النهاردة احنا برا مطبخنا خالص. احنا فين؟ احنا في محافظة الشرقية، بالاخص مركز مشتول السوق، ودي بلد اهل زوجي. طبعا خدنا اجازة نص السنة وقلنا بقى نروح كده نفصل يومين ونغير جو في الطبيعة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بجد الجو على قد ان هو كان ساقعة جدا، بس بجد ريحة الخضرة والمناظر الطبيعية اللي احنا شفناها كانت روعة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، خضرة وجمال وراحة نفسية مش قادرة اقول لكم. طبعا شايفين الكرنب اللي انتوا شايفينه ده كرنب وكمان قمح. انا شفت الكرنب قلت بس لازم نعمل محشي بقى، يعني بخيره زي ما بيقولوا. قالوا لي يلا. طبعا لو عجبك الفيديو اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. رحنا نزلنا الغيط واستأذنا اصحاب الارض وقلنا لهم احنا عايزين نشتري كرومب. قالوا عينينا الاتنين. انتوا هتصوروا؟ قلنا ايوه هنصور، احنا عندنا قناة اسمها حلوة وحادق مع شيرين. الناس اتبسطت جدا، وفعلا كانوا بيقطعوا لنا الحاجة بحب وبراحة نفسية كده مش قادرة اقول لكم. ما شاء الله الست ابتدت تختار لنا وحدات الكرنب الحلوة. طبعا ده كرنب بلدي، ومش قادرة اقول لكم الغروب بقى في الغيط يا سيدي على الجمال. خدنا الكرنب بتاعنا ورحنا على البيت. ما شاء الله عايزة اقول لكم كمية الكرنب دي لو قلت لكم سعرها، يعني الخمس كرنبات دول عاملين 30 جنيه. بجد احنا بنشتريها هنا في القاهرة انتوا عارفين. يلا. ما شاء الله الكرنب حلو جدا. شايفين اللمعة بتاعت الكرنب حاجة كده. تبارك الرحمن على جماله وعلى طعمه. خدنا الكرنب ده بقى وعملنا ايه؟ صحينا الصبح قلت لها يلا يا منى دي بنتي، يلا بقى نعمل بقى حبة الكرنب دول كده. وطبعا زوجات اخوات زوجي موجودين ما شاء الله عليهم، ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. طبعا طلعوا بقى معانا وقلنا هنتغدى النهاردة غدوة أسرية حلوة كده. شايفين منا بتوريكم لمعة ورقة الكرنب عاملة ازاي. خلصنا بقى الكرنب وقطعناه وسلقناه، وقلنا بقى نعمل التخديعة. زي ما انتم شايفين طبعا احنا عملنا تخديعة المحشي كتير على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. عملنا بقى التخديعة وطبعا ظبطناها سمنة بلدي ما شاء الله يعني. وكانت المفاجأة بقى، عملنا بقى قلبنا الرز وكمان عليه الخضرة. طبعا دي ام تقى سلفتي ربنا يديها الصحه طبعا، وام روضه ربنا يبارك لهم في اولادهم يا رب. قالوا لا احنا هنساعدك ونتغدى سوا. وفعلا اتغدينا غدوه حلوه جدا. سلقنا الكرنب تمام، وابتدينا بقى نحشي الكرنب. انتظروا المفاجاه، لسه في مفاجاه في الفيديو هتعجبكم جدا. قعدنا بقى لفينا المحشي، وعايزه اقول لكم اللمه حلوه قوي. تجمع الاخوات مع بعض يعني مفيش بجد احسن منه. ربنا يديمها علينا نعمه. والولاد وولاد العم بقى والاحباب بجد حاجه ممتعه. شايفين حتى اللمه في الحشو كده ما شاء الله. دول بناتي وسلايفي ما شاء الله عليهم. قعدنا ما خدش مننا وقت خالص، وكانت القعده لذيذه جدا. حشينا بقى الحلة العائلية دي اللهم بارك طبعا ما شاء الله الولاد بقى وأزواجنا وكده. ما شاء الله حشينا الحلة دي، وكان في حلة كمان أصغر منها. قلنا بقى عشان الولاد ياكلوا كده ويشبعوا. ما عملناش حاجة جنبه. طلعنا فين بقى؟ طلعنا السطح. قلت لهم أنا عايزة أسوي المحشي ده على الكانون. على الكانون، قلت لهم على الكانون. طبعا ما ينفعش نروح الغيط، الجو شتاء وممكن تمطر علينا في أي وقت. طلعنا على السطح وعملنا الكانون وسقينا المحشي زي ما انتوا شايفين. وهتشوفوا بقى الإبداع. الإبداع بجد. هنا بقى حطينا الشوربة بتاعت المحشي، وزي ما انتوا شايفين ده بقى وش الشوربة بتاعت الفراخ، وعليها حتة سمنة بلدي معتبرة. وظبطوا المحشي يعني ما شاء الله، خلوه متدلع. ده المحشي المتدلع يا جماعة. ربنا يديهم الصحة طبعا سلايف، ربنا يبارك لهم في أولادهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده ظبطنا المحشي ودلعناه. يلا بقى
نعمل ايه؟ نجهز الكانون اللي هنسوي عليه المحشي. طبعا الكانون دي كانت يعني مهمة زوجي، ربنا يديله الصحة والعافية. قال لي انا هظبط لكم الدنيا وهولع لكم الكانون زي ما انتوا شايفين. ظبط الخشب والقاعدة بتاعت الكانون، وظبط الدنيا وقال بقى استبولي بقى دي ايه، دي لعبتي، انا هسويهولكوا بقى زي ما انتوا عايزين. بصراحة كان خايف جدا طبعا، لان هو زي ما انتوا شايفين عاملها على شواية فحم عادي، بس طبعا ولعنا بخشب مش بفحم، لان طبعا المحشي هيحتاج نار شديدة. الفحم مهما كان بيصفى وناره بتبقى هادية. فضل بصراحة واقف بقى ويكسر في خشب ويظبط الكانون زي ما انتوا شايفين. ما ينفعش نعمله طبعا على الأرض عشان السقفية والسيراميك وكده هيبوظ. فهو اخترع بقى الاختراع ده ان هو يعمله فوق الشواية. طبعا دي كانت أول تجربة ليا ان انا اسوي محشي على الولعة او على الكانون يعني. طبعا ملكوش دعوة بالحلة، الحلة دي اتدعكت وكانت مية مية، رجعت زي ما كانت يعني. ما شاء الله. طبعا كان واقف بقى طبعا حريص جدا ان الولاد محدش يجي جنب الكانون. عايزه اوريكم بقى غلي بقى، بصوا شايفين التكتكه ما شاء الله. احنا كنا حاطين غطا كده تحت الغطا عشان يثبت الصوابع ما تفكش. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم كانت ريحته تحفه بجد، من احلى واجمل يعني المحشي اللي انا عملته في حياتي بجد. كل حاجه بتاعت زمان ليها نكهه وليها طعمها وليها مذاقها. والاحلى من كل ده التجمع الاسري. يعني عايزه اقول لكم التواصل والتراحم وصله الرحم حلو جدا. لازم لازم كلنا نصل رحمنا ونقعد مع اخواتنا ونقرب منهم. ولادنا يعرفوا بعضهم، يعني ولادي يعرفوا ولاد اخويا وولاد اختي، يقربوا من بعض. الدنيا اخدانا فعلا بجد من ناس كتير. هنا بقى المحشي ابتدى بقى يتشرب خلاص، هو هنا بطل، اللي كان عايز يدوق كمان ده دخل معانا على طمع يعني. المحشي اتشرب معانا ونزلنا بقى تحت في البيت، لان طبعا السطح كان ساقعة، فخفنا على الولاد. نزلنا بقى اكلنا تحت. اللهم بارك. شايفين ده بقى اللي يتقال له يا تكات ويا حركات. بجد اللهم بارك. كانت حاجة فوق الجمال. زي ما قلت لكم، الاجمل من الاكل والاجمل من اي حاجة. ما شاء الله كان يعني في منتهى الجمال والريحة والطعم والمذاق. والشتاء بقى، هو ده أكل الشتاء يا جماعة، محشي. محشي يعني شتاء. شايفين ما شاء الله الولاد بيساعدوا ما شاء الله عليهم. طبعا لازم أذكر أساميهم. عندنا روضة ورماس وملك ونور وعبد الله وأحمد وكرمة طبعا دي قبلهم كلهم. ربنا يبارك فيهم وتقى. ربنا يصلح حالهم ويبارك فيهم وافرح بيهم وبنجاحهم دايما يا رب. طبعا دول حبايبي كلهم. طبعا الأنسة شهد والأنسة منة والأنسة أيتن. ربنا يبارك لنا فيهم ويطرح فيهم البركة دايما. ما نعديش بقى بعد الغدوة الحلوة دي كوباية شاي بقى على الايه، على الولعة زي ما بيقولوا هناك في البلد. مطرح بقى ما سوينا المحشي، لقينا الفحم بقى خلاص عايز كوباية شاي. عملنا كنكة شاي معتبرة وقعدنا بقى عملنا كوبايات في الخمسينة كده. وكانت بجد أحلى صحبة وأحلى لمة. وكان الشاي خرافة. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله.